اكتر من 100 خط مع كل واحد من القرية دي، مع العلم مفيش ولا خط متسجل باسم واحد فيهم، وكل الخطوط عليها محافظ كاش. بيعملوا بيها ايه ووصلت لهم ازاي وسجلوها باي طريقة؟ كل ده هنعرفه مع بعض من خلال الفيديو ده. وفي اخر الفيديو استنوا تصريح صعب جدا من صاحب مكتبة بيتصور عنده اوراق. احنا قدام مافيا كبيرة من الشركات دي، لازم يتم القبض عليهم ومحاسبتهم في اسرع وقت ممكن. فياريت كل اللي بيشوفني دلوقتي يعمل لايك للفيديو ده ومشاركة علشان يوصل لكل الناس. والموضوع بدأ برسالة من شخص بيقول فيها: عندنا في محافظة اسيوط قرية مشهورة، اقل واحد في القرية دي عنده اكتر من 100 خط، مجموعة كبيرة متقسمة المجموعات، كل واحد فيهم معاه مجموعة خطوط وشغالين تبع منصات المراهنات. المنصات دي بتطلب منهم الخطوط علشان يشغلوها ويحطوا عليها محافظ كاش ياخدوا ويبعتوا منه. والموضوع ده مش متورطة فيه شركة او اتنين، لا، كل الشركات، يعني كل واحد فيهم معاه مجموعة خطوط لكل الشبكات. يعني كل موظف فيهم يبيع ضميره ويديهم مجموعة خطوط مع تسريب المعلومات، والخط الواحد عليه 2000 جنيه. فانت تخيل الموظف الواحد بس هيطلع 1000 خط، ده غير ان هو كده بيحقق التارجت طبعا وبياخد مكافآت من الشركة. ونيجي الاهم بند: ازاي بيتم تفعيل الخطوط دي؟ والموضوع ده حسب ما وصلني انه لازم يتم بالطريقة اللي انا هقولها لك دي. طبعا كل واحد على بطاقته يقدر يجيب 10 خطوط من كل شركة، فبعد ما يديهم الخطوط ويسرب المعلومات الشخصية بتاعت العملاء، تيجي هنا للحظة التسجيل، ودي بتكون بتليفون عادي. التليفون القديم اكيد حضراتكم كلكم عارفين، بيتواصل مع خدمة العملاء من التليفون ده ويديهم المعلومات اللي قدامه، وبيتم تسجيل الخط وبيعمل عليه محفظة كاش. المحافظ دي تتحط في برامج المراهنات، يتم النصب بيها على الناس انت وحظك. خد بالك احنا هنا بنتكلم عن قرية واحدة في محافظة واحدة، بالك بقى كل المحافظات. وفي حاجة مختلفة تماما جاتني من صاحب مكتبة بيقول فيها: الراجل ده طبعا بيصور اوراق، ومن ضمن الاوراق دي بيصور البطايق الشخصيه. قال ان في حد جاله عايز يتفق معاه ان هو ياخد منه مجموعه صور للبطايق الشخصيه. وده هيتم ازاي؟ طبعا مع كل بطاقه بتصورها، لو طلب منك صورتين صور 3، لو طلب منك صوره صور 2، المهم تخلي لنا نسخه من صوره البطاقه بتاعتك. عايزينها في ايه وهتعملوا بيها ايه؟ قال بالنص كده علشان تسجيل الخطوط. وقال انا رفضت الموضوع ده تماما، بس طالما هم فكروا في كده وسعوا فيه لقيوا ده طبعا عنده ضمير، اكيد راحوا لغيره. وعلشان كده بنقول احنا قدام مافيا كبيره، لابد انه يتم القبض عليهم ويتجاب جميع الاطراف ويتم محاسبتهم في اسرع وقت ممكن. وان شاء الله في خلال وقت بسيط هتسمعوا اخبار حلوه بخصوص الموضوع ده. بس يا ريت كل اللي بيشوفني دلوقتي وعلشان صوتنا يوصل يعمل مشاركه للفيديو ده في كل مكان. بس كده، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.